الفيديو اللي هتشوفه دلوقتي فيه صور ونظريات ممكن تكون مزعجة للبعض. لو قلبك ضعيف أو بتحب تشوف الشخصيات الكرتونية بريئة زي ما هي، أنصحك تقفل الفيديو دلوقتي. أما لو عندك الجراءة والفضول، استعد عشان تعرف أسرار مظلمة هتغير نظرتك لشخصيات ديزني للأبد. بس قبل بداية الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، قربنا نوصل ل500 مشترك، وشكرا جدا لدعمكم ليا. ويلا نبتدي الفيديو. عمرك فكرت ان شخصيات ديزني البريئة اللي كبرنا معاها ممكن يكون ليها اسرار مخفية، اسرار مظلمة ومخيفة لدرجة انك هتشوف الكرتون بشكل مختلف بعد الفيديو ده؟ النهاردة هنتكلم عن اكتر النظريات المرعبة عن شخصيات ديزني اللي محدش قالك عليها قبل كده. لو قلبك جامد كمل الفيديو للآخر. ميكي ماوس رمز السعادة والضحك عند ملايين الأطفال، لكن في ناس شايفة إن وراه سر شيطاني. النظرية بتقول إن ميكي ماوس اتصمم في الأساس عشان يكون تميمة شيطانية، والابتسامة العريضة والعينين الكبيرة دي مش بريئة زي ما بنفتكر. وفي حلقة نادرة جدا بيظهر فيها ميكي ماوس ماشي في شوارع مظلمة بملامح حزينة وصوت صرخات غريبة في الخلفية، وفي آخر الفيديو بيظهر صوت غريب وصرخات. الحلقة دي اتمنعت واتقال إنها معمولة في فترة اكتئاب، بس في ناس شايفة إن دي رسالة مخفية عن إن الشخصية مش بريئة خالص. إيريل بنت البحر الجميلة اللي بتحلم تعيش على الأرض، لكن القصة الأصلية مش بريئة زي الفيلم. القصة في الحقيقة من حكايات الكاتب هانز كريستيان، وكانت مظلمة جدا. في النسخة الأصلية عروسة البحر لما حاولت تتحول لبشرية، الساحرة قصت لسانها وخلتها تمشي على الأرض وهي حاسة إن كل خطوة كأنها ماشية على سكاكين. وفي الآخر الأمير اختار بنت تانية، فقررت إيريل ترمي نفسها في البحر وتموت عشان تتحول لرغوة. ناس كتير شايفة إن ديزني خدت القصة المرعبة دي وحولتها لقصة حب سعيدة، لكن النظرية بتقول إن روح إيريل الأصلية لسه بتطارد الشخصية اللي في الكرتون. جوفي واحد من أكتر الشخصيات كوميديا في عالم ديزني، لكن في نظرية بتقول إنه مش مجرد كلب ولا حتى إنسان. النظرية دي بتعتمد على سلوكياته الغريبة، صوته وطريقة ضحكته اللي غير طبيعية. وفي بعض الرسومات القديمة لشخصيته كان ليه ملامح مرعبة جدا، لدرجة إن في ناس شايفة إنه معمول عشان يمثل الشيطان اللي بيضحك في وشك لكن بيخدعك في صورة شخصية كرتونية لطيفة. سنو وايت اللي كلنا عارفينها بريئة وجميلة، لكن في القصة الأصلية كان فيه طقوس دموية. القصة كانت بتقول إن الملكة الشريرة طلبت من الصياد يقتل سنو وايت ويجيب لها قلبها كدليل. وفي النسخة الأصلية سنو وايت ماتت أكتر من مرة واتعذبت قبل ما ترجع للحياة. النظرية بتقول إن القصة مقتبسة من أساطير أوروبية عن طقوس شيطانية كانت بتتم في الغابات زمان، وديزني حاولت تلمع القصة وتخليها مناسبة للأطفال.
بعد ما سمعت النظريات دي، هل لسه شايف شخصيات ديزني بريئة زي الأول؟ قولي في التعليقات أي نظرية خوفتك أكتر أو رعبتك، وهل تحب أجيب لك جزء تاني عن شخصيات ديزني ليها أسرار مظلمة؟ ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد. ولو بتتفرج على الفيديو لحد دلوقتي فشكرا جدا ليك، وبس كده، يلا سلام.